الحمد لله الذي يسر الحج إلى بيته الحرام. أحمده سبحانه على كل خير وفضل مدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، رب الأنام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وحج وقام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات، كلما جاء شهر ذي الحجة وهلت مواقيت الحج تألقت صفحة من تاريخ الإسلام ووقفة من وقفات الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أهم معالم رحلة الحج إلى جانب أداء المناسك العبادية تلكم المعاني الجامعة والمبادئ البليغة التي خاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في حجة الوداع. مبادئ سكبت مع عباراتها دموع الوداع، ومن أجل ذلك سميت خطبة الوداع. فيها حذر الرسول عليه الصلاة والسلام، حذر من الشرك، ذلك الداء الوبيل الذي يفتك بالإنسانية يعطل أصالتها. قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. في خطبة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه مبادئ خالدة لحقوق الإنسان، فلصيانة الدماء قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة. ولصيانة الأموال قال سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولصيانة الأعراض قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لغير المحسن. أما المحسن المتزوج فله الرجم حتى الموت. عباد الله، من مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام أنه لا يجوز أن يؤذى إنسان في حضرة أخيه ولا أن يهان في غيبته. فحرم الإسلام ضرب الغير بغير حق، ونهى عن التنابز والهمز واللمز والسخرية والشتم. كفل الإسلام الاحترام للمسلم بعد مماته، فأمر بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ونهى عن كسر عظم الميت وإتلاف جثته. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات
بذرة خبيثة غريبة في مجتمع طاهر. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال دعوى الجاهلية؟ وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ومن انبرى لإحياء العصبية والهتاف بها يقول له عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغ التمام ومنتهاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجراش مغفرة ربه ورحماه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله. في خطبة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. حرم الإسلام الربا لضرره وكثرة مفاسده. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. في خطبة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. لقد حفظ الإسلام للمرأة، حفظ لها حقها وكرمها أما وزوجة وبنتا، جعل جسدها حرمة لا يجوز النظر من أجنبي إليها، أعطاها حق الإرث وأعطاها حق العلم، سوى الله بينها وبين الرجل في الأجر والثواب وفي تكاليف العبادات. في خطبة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. كتاب الله يهدي للذي يقوم في شؤون المعاملات وفي القضاء والحكم، في المال والاقتصاد، في المعرفة والتربية، في التعليم والأخلاق والأمن والسلام والرخاء الاقتصادي. وحين تخلى المسلمون عن هدي القرآن صاروا شيعا وأحزابا يضرب بعضهم رقاب بعض، وهذا ما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عباد الله، نحن في الأيام المباركات، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فلا تجعلوها مثل باقي أيام السنة، فأكثروا في هذه الأيام من صلاة النافلة ومن التهليل والتكبير والتحميد، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من الصدقة والإحسان إلى الوالدين، أكثروا قيام الليل، أكثروا من الصيام، وخاصة صيام يوم عرفة. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى
لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمرنا إلى خير، واجعل عواقب أمرنا إلى خير. اللهم اجعل الجزائر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم عاف مبتلى المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ابعد عنهم الخمور والمخدرات والمسكرات، اللهم ابعد عنهم الخمور والمخدرات والمسكرات. اللهم لا تدع المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا اعزبا الا زوجته، ولا عقيما الا رزقته، ولا عقيما الا رزقته، ولا مسحورا الا وارتد عنه السحر، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قهرته، ولا منافقا الا فضحته. اللهم اغفر وارحم لوالدينا رضا ونصرا. اللهم كان من حي فاضل عمره احسن عملا واختم له به وادخله الجنه. من كان ميتا اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنان. اللهم افتح عليه في قبره الضياء والنور والفرح والسرور. اللهم اجمعنا بوالدينا في الفردوس الاعلى من الجنه. سبحان ربنا رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم.